سالي لي بيل اللي بو معكم ازان من قناه ازاماتي. اليوم جينا نهضروا على الرمز المغربي الحر قاهر الفرنسيين. هو اسد بوغافر، هو اسد ايتعطا، هو عبد الكريم الخطابي الجنوب، هو عمر المختار المغربي. فمن يكون يا ترى؟ انه الشجاع عسو بسلام. عسو بسلام من مواليد 1890 بإقليم تنغير، كان باه من أعيان قبيلة إيملشيل، وهي فرع من قبائل أيتعطا، القبائل الأمازيغية المحاربة. كبر عسو بسلام وسط الخيام مع باه. من صغره هو كيشوف وكيتعلم كيفاش يحل المشاكل والصراعات بين أفراد القبيلة. تعلم كيفاش تكون عنده القيادة والسلطة من الصغر ديالو. ابتدى عسو بسلام وقت السيبة، وقت اندلاع الحرب العالميه الاولى. فاش دخلت فرنسا للمغرب كانت كتبان لهم القضيه سهله، حيت كانوا كيبان عليهم فقراء من طريقه اللبس ديالهم والسلاح ديالهم قديم بالمقارنه مع التقدم اللي كانت فيه اوروبا في هذيك الوقت. الاوروبيين اللي تكبوا على العرب كيف النحل، من المغرب حتى العراق، الجزائر، تونس، مصر، ليبيا وزيد. عمرهم تخيلوا انهم غادي يشوفوا الويل في الحرب الاولى والثانيه والعديد من الخسائر قدام عسو بسلام ومقاومين اخرين. كانت هزائم غير متوقعه، ما ضربوش ليها الحساب نهائيا. هادشي اللي خلاهم انهم عمرهم ينساو الاسم ديال عسو بسلام ولا الصوره ديالو. سنة 1919 غادي يتم تعيين عسو بسلام شيخ لقبيلة إيملشان. من بعد غادي يزيد في المرتبة وغادي يولي قائد القبائل أيتعطا، وينادونه الأمازيغيون بأمغار. رجل ذو حكم عادل، ذو حق. هادشي اللي غادي يخلي كاع الناس يكونوا كيسمعوا ليه ومحبوب لجميع الناس ديال القبيله. وفي بدايه الثلاثينات غادي يكونوا الفرنسيين وصلوا الجنوب الشرقي بالمغرب، وغادي يبداو خطط السيطره على القبائل ديالو. غادي يتجمعوا سكان ايتعطا سنه 1932، وغادي يرشحوا عسو بسلام لقياده المقاومه ضد الفرنسيين. وصلوا الفرنسيين لايتعطا وغادي يبداو يحاولوا اخضاع صاغرو، ولكن عسو بسلام قاري الخطه ديالو وغادي يقهرهم بالمقاومه الكبيره والقويه ما بين الجبال، وغادي يهزم فرنسا اشر هزيمه، وغيخلف للفرنسيين خسائر كبيره. وهنايا فين غادي تبدا المقاومه الحقيقيه التاريخيه، معركه بوغافر. وغيخرج الوحش عسو بسلام باش يقهر الفرنسيين في جبل بوغافر، لدرجه انه غادي يسبب لهم خسائر ديال 83 ألف جندي. هذا العدد اللي كان ممكن انك تحرر به فرنسا من الاحتلال النازي. وهنا خلاهم يعرفوا بانه المغربي مقاتل شرس، وخاصك تكون كتفوق عليه عسكريا بسنوات، وخاص تكون متاكد ان عندك نفس شجاعه المقاوم المغربي. من بعد هزيمه اللي وقعت للفرنسيين غادي يعاودوا يفكروا باش انهم يخضعوا صاغرو، وغادي يقوموا بالهجوم على الاخوه عسو وبسلام. غادي يكونوا هما عباره على جوج ديال المجموعات من الجيوش الفرنسيه، مجموعه الغرب اللي كانت تحت قياده الجنرال كاتو، ومجموعه الشرق اللي كانت تحت قياده الجنرال جيرو. 13 فبراير 1932 بدا الهجوم العنيف على صاغرو، وغادي يحاصروا عسو بسلام من جميع الجوانب، وفي نفس الوقت مركزين الهجوم على قلب صاغرو. كانت مقاومه عنيفه في الاول. غادي يستطيعوا الفرنسيين يدفعوا جبل بوغافر. 21 فبراير غادي يبدا الهجوم على جبل بوغافر، وللاسف غادي تستسلم جهه الشرق اللي كيتمركز فيها عسو بسلام والمقاومين الاخرين اللي معاه. غادي توقع الواقعه وغادي يرجع جبل بوغافر مقبره للفرنسيين، بحيث غادي يسقط منهم اكثر من 3000 جندي وعدد من القائدين ديالهم المهمين، وكان ابرزهم الكولونيل شاردولي. تهرسوا الفرنسيين على صخور جبل بوغافر. تم سحق القوات الفرنسيه على يد عسو بسلام باش ترجع لهم ملحمه غادي تبقى في تاريخ المقاومه. العديد من الخسائر، مقتل بزاف ديال الضباط الفرنسيين، ابرزهم النقيب اوني ديسبيلاس بورنازيل. ولكن رغم الهزيمه الفرنسيين ما غاديش يحشموا وغيعاودوا يرجعوا مره اخرى في بدايه مارس، وغادي تبقى الحرب طيله الشهر على غرض انهم ياخذوا هذيك المنطقه قبل ما يوصل الصيف. وفي 23 في شهر مارس غادي يستعمل الملازم اون لانياك البهاء ديالو، وغادي يحط 100 محارب من ايت عيسى ابراهيم السلاح ديالو. من بعد سقوط العديد من النساء، العديد من الشيوخ والعديد من الاطفال، وخوفا من خساره الاشخاص المتبقين. من بعد 24 ساعه من الاستسلام غادي يقبل عسو بسلام بالتفاوض مع فرنسا. وبالنسبه لعسو بسلام هذاك ماشي استسلام قد ما كان حفاظ على الناس المتبقيين من بعد المعارك اللي فاتوا. غادي يتم توقيع معاهده هدنه بين الفرنسيين وقبائل ايتعطا، ولكن بشرط من عسو بسلام، وانه ما يتاذى حتى شي واحد فيهم وحتى شي واحد ما يقرب لهم نهائيا، بالخصوص الخونه، والا غادي يكون دائما سلاح في يديهم. وهكا كانت نهايه واحده من اكبر المعارك بالمغرب. بما ان ثمن الحريه والوطنيه غالي،
وللاسف غادي يكون عسو بسلام فقد الاخ ديالو والزوجه ديالو وبنته اللي تقريبا عندها 13 سنه والابن ديالو في معركه العزه والكرامه. انتهي قصه عسو بسلام في نهايه الستينات، وفي عمر يناهز 70 سنه غادي يرفض عسو بسلام اخر انفاسه. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه من الفيديو وتكونوا وصلتكم شي معلومه جديده على الناس القدام اللي كانوا محاربين معانا وكيقاوموا باش يرجعوا لنا البلاد وباش نقدروا نعيشوا فيها بسلام حاليا. ومهم بالنسبه اللي ما عارفش بانه ديجا هضرنا على القصه ديال زايد احمد، يرجع يدخل لاباج غادي يلقى فيها بانه ديجا هضرت على زايد احمد المقاوم الاخير، هضرت عليه هو قبل من عسو بسلام. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو وما تنساوش لايك او سبسكرايب وبيزو اتلموند.